ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص حبايبي، ان شاء الله هنعمل النهارده فراخ مشويه كده. هنجيب الكبه. تمام. وهنحط فيها طماطميتين وبصلايه متوسطه واتنين فلفل رومي. تمام. طماطميتين وبصلايه متوسطه واتنين فلفل رومي. لو حضرتك هتعملي اكتر من فرخه، هتحطي مثلا طماطميتين كبار وتلاتة فلفل وبصلتين متوسطين كده. تمام. هنضرب كل الكلام ده كله كده في الكبه اهو. هنفرم كل الكلام ده كده. تمام. اهو بعد ما اتفرم، بعد ما ضربناه كويس كده في الكبه. تمام. هنملح بايه بقى؟ هنحط ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. تمام اهو. ده فلفل اسود. ودي 7 بهارات. 7 بهارات دي حلوه جدا، هتغنيكي عن بهارات كتير في البيت اصلا. يعني 7 بهارات دي هتغنيكي عن حاجات كتير تحطيها. تمام اهو. طيب هندعك التتبيله دي كلها في بعض كده عشان تتملح كلها. تمام اهو. الملح بتاعها كان مظبوط حلو جدا على فكره، كانت متملحه حلوه جدا. تمام اهو كده. والفرخه بتاعتنا كنا غسلينها ونقعينها، عاملينها محلول النقع بتاعها، ملح وليمون، شويه خل كده، حطيناها في محلول النقع بتاعها، وبعد كده شلناها شطفناها. و اهي ادي الفرخه معانا. بص حبايبي، دي الفرخه انا اسمها من الظهر. تمام. انا فاتحاها كده من الظهر، عاملاها شكل فراشه، فاتحاها من الظهر. حضرتك عايزه تخليها سليمه زي ما هي ماشي، عايزه تفتحيها زي ما انا فاتحاها كده من الظهر ماشي، يعني اللي رايح حضرتك. تمام. طيب انا فاتحاها كده من الظهر ومنضفاها مكان الاوراق كده، بتبقى فيه حته عامله زي الكبده كده، كنا نقول عليها كبده زمان، فلا نشيلها عشان دي مركز زفاره اصلا. تمام. ادينا اهو. ملح عذرا، هنتبل الفرخه كده من ورا وقدام وتحت الجلد، نخلي التتبيله توصل ليها كلها. تمام اهو. نتبلها كويس كده، نعمل لها مساج محترم اهو. التتبيله دي كانت حلوه جدا، كانت خطيره. جربوها، جربوا الفراخ بالتتبيله دي، حلوه جدا، هتعجبكم جدا اهو كده. من تحت الجلد بقى وبين الوراك ومن نخلي التتبيله توصل فيها يعني اهو كده. نقلب بقى. نحط بقى بين الجلد كده اهو. ولو الصدر عند حضرتك كبير او يعني مليان، اديها نغزتين كده بالسكينه. تمام. نديها نغزتين بالسكينه اهو كده بين الاوراق بقى، ونحط التتبيله ايه، تخليها تبقى كلها في الفرخه. تمام اهو كده، من ورا ومن قدام وفي بين الجلد، وظبطيها اهو كده. كانت التتبيله حلوه بتاعتها جدا، وكانت واصله للحم، وكانت خطيره اهو يا حبايبي كده. بص يا حبايبي، هنا ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها تبات في التلاجة، او ممكن تعمليها من اول ما تصحي مثلا لغايه وقت الغدا تبقي تحطيها في الفرن. انا سبتها تبات، يعني انا عملت التتبيله دي بتاعت الفرخه دي، عملتها من بالليل وعلى اساس ان كان تاني يوم ان شاء الله نعملها،
فجيت من الشغل على طول حطيتها في التلاجة من بالليل، وجيت من الشغل حطيتها في الفرن. تمام اهو. هنغطي بقى بورقه زبده وورقه فويل، وزي ما قلت لحضرتك زي ما قلت لكم، يعني عايزين تسيبوها في التلاجة ماشي، عايزينها تعملوها في نفس اليوم اعملوها من اول ما تصحوا مثلا، عشان تقعد في التتبيله اكتر وقت ممكن. كل ما تبقى في التتبيله اكتر كل ما هيبقى طعمها حلو. تمام. ورق فويل، ونقفلها كويس جدا، نقفلها كويس جدا اهو. نقفل كده كويس خالص. تمام عشان تستوي حلو. تمام. دي انا كده خلاص كده حطها في التلاجة. تمام. طيب هنعمل ايه جنب الفراخ دي بقى؟ هنعمل صينية جلاش باللحمة. صينية جلاش باللحمة. ست الجلاش باللحمة دي خطيرة، كانت جميلة جدا. بصوا ادي اهو انا معايا كده نص كيلو جلاش. تمام. ده نص كيلو. في الجلاش ده اللي هو الطازة، في جلاش اللي هو بيتباع المجمد ده، ما انا ما يعني ما بحبوش، مش حابه ان انا استخدمه بصراحه، فده حلو جدا الطازه ده. تمام. هتلاقوه عند الراجل اللي هو بيبيع الكنافه اللي هي الكنافه الشعر دي. بيعمل اللي هو الجلاش ده بيبقى طازه، بيبقى حلو جدا. تمام. طيب دي الصينيه، اكبر صينيه من صواني البسبوسه. تمام. اكبر صينيه في صواني البسبوسه. اوكي. انا بحطها كده، بفرد الاول نص كيلو الجلاش بتاعي او اي كميه حضرتك يعني عايزين تعملوها. تمام. بفردها كده وبحط الصينيه عليها. تمام. وببتدي اساوي الجلاش بالصينيه. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. وده مش هنرميه طبعا، ده مش هيترمي، ده هنحطه بين الطبقات. فاهميني؟ هوريكم دلوقتي ازاي اهو. بقطعها كده. تقريبا دي افضل طريقه ان انا عملت بيها الجلاش. كنت قبل كده بعمله اللي هو احط نص فوق ونص تحت، لا ما طلعش احسن حاجه. بقيت احط الاحرف من جوه برضو ما طلعش احسن حاجه. يعني انا عن نفسي جربت الطرق دي كلها، ولكن الطريقه دي افضل طريقه. يعني لقيتها حلوه وكويسه وبطلع الجلاش حلو جدا. تمام اهو. بشيل الزياده دي ومش هرميها، نشيل الزياده ومش هنرميها. تمام. بالراحه كده اهو. دي الزياده اللي طلعت معايا اهو كده. نقسمها كده بالسكينه اهو. نقسم كده بالسكينه وناخدها نحطها في وسط الرقات. ناخدها نحطها في وسط الرقات. تمام. تمام. طيب معايا هنا انا سمنه، شويه سمنه كده وبالفرشه هدهن الصينيه الاول. دي سمنه. تمام. هدهن الصينيه كده من تحت. ندهنها كده كويس خالص. تمام اهو. وهنحط رق من الجلاش، رق من الجلاش. تمام. رق كده اهو، رق من المظبوط، مش من اللي احنا قطعينهم. دول اللي احنا مقطعينهم هنحطهم في نص الرقات، مش هنحطهم كده اهو. اهو ندهن سمنه، يعني فرشه كده نمشيها عليهم. تمام اهو. ادي المقطوع ده كده هنحطه كده في الصينيه، ولا هيبان ولا اي حاجه خالص، ولا كأن في اي حاجه خالص، ولا كأن حاجه مقطعينها ولا حاطينها في النص ولا حاجه خالص.
وندهن برضو فرشة سمنة اهو كده اهو يا حبايبي. نحط راق فوق راق فوق راق فوق راق، وربنا يحسن من بين ايديكم يا حبايبي وتعملوا احسن من كده بكتير. لو طلعتوا لو بحاجه صغيره مستفيدينها من الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك ودعوه حلوه كده في الكومنتات، ولكم بالمثل ان شاء الله. اهو كده راق فوق التاني. تمام. انا كده خلصت. هنزل بالحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي عباره عن ايه؟ عن لحمه معصجاها. انا دي كانت عندي في التلاجة لحمه معصجاها، كنت فرمه فيها فلفل اخضر. تمام. طيب، وهنزل عليها بفلفل الوان. فلفل الوان دي اختياري، عند حضرتك حطيه، مش عندك ما تحطوش. انا حطيت فيها فلفل الوان بس ما حطيتش فيها فلفل اخضر، لاني انا فرمه فلفل اخضر مع اللحمه. تمام. ما عندكيش فلفل الوان، عايزين تحطوا فلفل اخضر بس، هيبقى حلو جدا برضو. تمام. ممكن تعمليها بالبسطرمه لو ما عندكيش لحمه. ميكس جبن، الجبن اللي عندك حطيها. تمام. في ناس كمان بتحبها تعملها بالفراخ، شاورما فراخ برضو. تمام. اهو كده فرشناها كلها. تمام. ده الفلفل الالوان، ده كمان فلفل الوان كنت برضو كان من الفريزر، يعني انا كنت مفرزاه برضو. ده فلفل الوان. تمام. دي خطوه اختياري. اهو كده بس. وهحط النص الكميه التانية فوق الحشوه دي. نص الكميه التانية نحطها فوق الحشوه دي اهو كده. تمام. فرشة سمنة وهنحط الراق التاني، وهكذا. وهنكمل الخطوة دي لغاية لما نخلص باقي الولاش اللي معانا. تمام. طيب، بعد ما خلصنا بقى هنسقي بايه الولاش؟ هنسقيه بمعلقتين معلقة سمنة، كفاية معلقة عشان احنا حاطين معلقة سمنة على مج من اللبن. وهنحط ايه بقى؟ ملح، فلفل. ده المكون السحري اللي بيخليه عامل زي الفطير، بجد بجد بيبقى هش وحلو جدا كده. نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج باودر. خطير يا حبايبي، خطير حلو جدا. بص، احنا بمجرد ما نحطه هي ايه، هيخلي اللبن كده يحصل له ايه كده زي فوران شويه. تمام. جربوه بالبيكنج باودر، تحفه، حلو جدا. نص معلقه كده من البيكنج باودر حلو جدا في الجلاش يا حبايب قلبي. هتشوفوا النتيجه في الاخر كانه فطير، والله العظيم يا حبايبي كانه فطير. بصوا كده ونسقي كده. ممكن كمان نحط له في الخطوه دي بيضه، يعني في الخليط ده كله نحط بيضه. برضو انا جربته بالبيض، لا ما كانش احسن حاجه، يعني ما حبيتهوش بالبيض خالص. فلا كده حلو وحتى عشان البيض ما يتشويش من فوق يعني. بس نهز الصينيه عشان الخليط يدخل كله في الصينيه. وادي شكل الجلاش والفراخ. عملت شويه ملوخيه جنبيهم والسلطه بتاعتنا. وادي شكل الغدا بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الغدا بتاعنا سهل وبسيط ويكون عجبكم. بصوا يا حبايبي، بصوا الجلاش عامل ازاي، حلو جدا والله يا جماعه، حلو جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. ولايكات بقى. دي ادي الملوخيه بتاعتنا اهو. احنا جبنا المطعم لغايه عندنا، احنا جبنا المطعم في البيت خلاص. وادي شايفين الفراخ مستويه ازاي، حلوه جدا ومستويه وجميله جدا اهي. تمام. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.